أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الملتقى الوطني الأدبي تحت شعار دور الأدب في إبراز وترسيخ مقومات الهوية الوطنية. إذن بعد تشاور مع السيد مدير دار الثقافة وبعد تأسيس نادي الويشريس للإشعاع الثقافي والأدبي بدار الثقافة لولاية شلف، ارتأينا أن نقيم أول أو ثاني نشاط بعد تأبينية، وعندنا برنامج يعني يتواصل إن شاء الله مستقبلا. قبل كل شيء أدعو السيدة الدكتورة الأستاذة العرجون بتول لرئاسة الجلسة. تفضلي. بيت بيتي والمقام مقاميه، ورأست جمعا في ثقافة شلفنا وعلوت بهم 7 وأمانية، وحييت أرباب المقام مسلما أهدي سلام الود من وجدانيه. السادة الحضور الأفاضل، أدباؤنا الأجلاء، أحبتنا وأحبة الثقافة في كل مكان، صباحكم شعر وموسيقى ونسمات هوياتية جزائرية ضاربة في الصميم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سنبتدئ اليوم وسنفتتح بإذن الله الملتقى الوطني الموسوم دور الأدب في إبراز وترسيخ مقومات الهوية الوطنية، والمنظم من طرف دار الثقافة لولاية شلف، المجاهد المرحوم سعيدي محمد، نادي الونشريس للإشعاع الثقافي والأدبي لدار الثقافة. في ظل حروب العولمة وهذا الجيل الجديد أن تنظم مثل هذه الملتقيات التي نحاول فيها الحفاظ على هويتنا الوطنية وسيادتنا. والآن ندعو السيد مدير دار الثقافة حسناوي محمود ليعلن عن الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أساتذة الباحثون، الأدباء والمثقفون، ضيوف الملتقى الكرام، ضيوف ولاية شلف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أرحب بكم جميعا في هذا الملتقى الوطني للأدب الذي نلتقي فيه تحت شعار بالغ الدلالة والعمق، ألا وهو دور الأدب في إبراز وترسيخ مقومات الهوية الوطنية. وهو شعار يعكس وعينا الجماعي بأهمية الكلمة وأهمية الدور الذي يطلع به الأدب في الحفاظ على الذاكرة وصون القيم وبناء الوعي الوطني. إن الأدب عبر مختلف عصوره وتجلياته لم يكن يوما طرفا فكريا، بل كان مرآة صادقة لروح الأمة ووعاء حاضن لتاريخها ولغتها ومعتقداتها وآمالها وآلامها. فمن خلال القصيدة والرواية والمسرح حفظت الشعوب ملامح هويتها وعبرت عن خصوصياتها وواجهت محاولات الطمس. وإننا اليوم في ظل التحولات المتسارعة والعولمة الثقافية أحوج ما نكون إلى إحياء دور الأدب في ترسيخ مقومات هويتنا الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الصاعدة وتحسينها بالقيم الأصيلة مع الانفتاح الواعي على الآخر. إن هذا الملتقى ليس مجرد لقاء أكاديمي، بل هو فضاء للحوار والتفكير المشترك وفرصة لتبادل الرؤى حول سبل تمكين الأدب من أداء رسالته الحضارية ودعم المبدعين وربط الإنتاج الأدبي بقضايا المجتمع. وفي الختام لا يسعني إلى أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى، وعلى رأسهم السيد مدير دار الثقافة الذي أكن له كل الاحترام على كل مبادرات وعلى كل الأشغال الذي يقوم بها من أجل الرقي بالفعل الثقافي في ولاية شلف، وإلى أيضا إلى كل السادة المشاركين وخاصة الضيوف الذين أتونا من ولايات أخرى بمداخلاتهم التي سوف تكون بدون أدنى شك قيمة. متمني لأشغالكم النجاح والتوفيق، وأن تخرج بتوصيات تخدم الأدب وتعزز مكانته بخدمة هوية الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.